لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج هو الله وعلى قناة شبكة السلام الإعلامية، شبكة السلام الفضائية، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى حلقات هذا البرنامج الذي بدأناه بداية شهر رمضان. وحلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هي الحلقة الأخيرة في شهر رمضان باللغة العربية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن استفادوا من هذا الشهر المبارك، وكذلك استفادوا من هذه الحلقات التي بثت خلال هذا الشهر المبارك تحت عنوان هو الله. هو الله هو البحث عن الحقيقة، والبحث من خلال التدبر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية الخلقية، أي كتاب الله المنظور، وكذلك من خلال آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة المقروءة، وهي آيات الله في كتابه المسطور. والمقصود من كل ذلك هو الاقتراب من الله عز وجل، هذا القرب الذي لا يأنس العبد إلا به، ويستوحش كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. هذا البرنامج هدفنا من خلاله أن نوصل إلى هذه الصورة الجميلة، وهي صورة الارتقاء بالإنسان إلى تحقيق الكمالات. وعندما نتكلم عن الكمالات إنما نعني كمالات الإسلام وكمالات الإيمان وكمالات الإحسان التي جاءت في حديث جبريل عن ابن عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أخبرنا بأنه جاءهم في يوم من الأيام رجل شديد سواد الشعر، كثير شديد السواد شديد البياض، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم الحديث طويل معروف، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. والدين كله يدور حول هذه المعاني، الدين كله يدور حول هذه المعاني. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إنما المراد بذلك أيضا هو تحقيق التقوى في مفهوم الإسلام، وتحقيق التقوى في مفهوم الإيمان، وتحقيق التقوى في مفهوم الإحسان. هذه المدارج التي على العبد أن يسلكها وصولا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن كما قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: والناس في سفر منذ أن خلقوا، ولا تحط الرحال إلا في الجنة أو النار، وإنما الناس مسؤولين عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. فهذا السؤال أو هذه الأسئلة التي ستكون أسئلة مصيرية بالنسبة لنا، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال التعرف على الله، والتعرف على الله لا يكون إلا بالتعرف على آياته. وآيات الله سبحانه وتعالى إنما هي في آياته المخلوقة المنظورة التي يمكن أن نقول عنها بأنها كلمات الله، وآيات كذلك المتلوة ويمكن أن نقول بأنها كلام الله. فالإنسان يتقلب بين كلمات الله وكلام الله عز وجل وصولا إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، وتحقيق معنى الإحسان الذي جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في هذا اليوم المبارك سيكون معي إن شاء الله ضيف عزيز علينا، وهو الأخ عبد القادر حامد من خارج الاستوديو. ونظرا اليوم طبعا لغياب شيخنا الشيخ برهان سعيد مقدم هذا البرنامج، فإننا نقول بأن غيابه سيكون أكيد مؤثر في هذا البرنامج، لأن وجود الشيخ كانت له لمساته وبصماته ومداخلاته التي حقيقة كانت تسري الحوار وتسري النقاش. وكنا نتمنى أن هذا اليوم ونحن نختم هذا البرنامج في هذا الشهر، لأنه طبعا الناس بالنسبة لنا على كل في تركيا إن يوم بكرة خلاص هو آخر يوم، وسيكون إن شاء الله يوم التقرينية طبعا بكرة. فكنا نتمنى حقيقة أن يكون معنا في هذا اليوم الأخ الشيخ برهان، ولكن لظروفه الخاصة المتعلقة ب يعني مرض أحد أبنائه، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء. وأيضا من هذا المكان نرجو إن شاء الله أن تسألوا لابنه الشفاء العاجل، وأن يعينه ويوفقه لكل خير،
وإن شاء الله تأتلف به ونلتقي به إن شاء الله في حلقات قادمة. فهو دائما ما شاء الله دائم التواجد كثير الحضور معنا دائما في هذه البرامج، ولكن إن شاء الله سيكون ضيفي عن طريق الوسائط معي إن شاء الله فضيلة الشيخ عبد القادر حامد. أرحب به وتفضل يا شيخ، مرحب، ورحب بالمشاهدين إن شاء الله. تسمعني؟ تفضل عبد القادر. طيب، حتى إن شاء الله يتيسر التواصل معه، نبدأ إن شاء الله. اليوم كانت على كل الحلقة متعلقة بذات الموضوعات، وهي موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والآيات الكونية على وجه التحديد، ودلالة هذه الآيات على الله سبحانه وتعالى. وكما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فنحن إن شاء الله سنقف مع مجموعة من الآيات في هذا اليوم. وأول هذه الآيات لها علاقة عموما بمسألة الماء: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا نلاحظ موضوع الكيمياء والأحياء على وجه التحديد، فإن الكيمياء لها علاقة عموما بدراسة العناصر الطبيعية والعناصر الصناعية، يعني المواد الطبيعية بشكل عام أو المواد المصنعة. فإن علم الكيمياء هو العلم الذي يدرس هذه الأحوال، يدرس خصائصها ويدرس طبيعتها ويدرس مكوناتها ويدرس أحجامها، ويدرس كذلك عندما تلتقي هذه الروابط مع بعضها البعض، وعندما تنفك ذلك هذه الروابط أو هذه المكونات. فعلم الكيمياء على كل هو العلم المعني بهذا الجانب، وسنقف على بعض الآيات إن شاء الله في هذا الموضوع. الأمر الثاني: علم الأحياء هو العلم المتعلق عموما بالقضايا بعالم الحيوان وعالم النبات، العوالم الحية بشكل عام، ودراسة هذه الحالة سواء كان النباتات بكل أصنافها والحيوانات أيضا بكل صنوفها. وهو علم أيضا له عموما تخصصات فرعية كثيرة جدا، ولكن نحن نتكلم الآن إن شاء الله بإجمال وبصورة مجملة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا موضوع الماء في كتابه سبحانه وتعالى، وأشار بقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثبت الآن من خلال البحوث والدراسات هذه الحقيقة العلمية التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، ثبتت الآن عمليا بأن كل كائن حي على وجه هذه البسيطة إلا والماء مكون أساسي من مكوناته، يعني الماء داخل في كل شيء حي كما قال الله تبارك وتعالى. فستجد أن عالم النبات له علاقة بالماء، عالم الحيوان له علاقة بالماء، عالم الإنسان له علاقة بالماء. إذن كل المكونات عموما التي نسميها حية إلا وللماء فيها دخل، والماء داخل على كل في مكوناتها. ويبقى هنا دائما نحن نثير في برنامج هو الله: من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة العلمية الدقيقة التي لم تصل إليها البشرية إلا بقرون متطاولة وفترات متأخرة جدا؟ وقد تطورت المعارف وتطورت العلوم وتطورت أدوات البحث وتطورت التكنولوجيا التي تستطيع أيضا أن تكشف لنا هذه الأشياء. فعموما إن شاء الله يعني نقف مع هذه الآية، قضية أن الله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي. فالأخ عبد القادر لو موجود ممكن إن شاء الله ندخل معه. طيب، مسألة وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه الحقيقة ذكرت بأن هذه الحقيقة العلمية. السؤال الذي يبدو لنا ونقول بأن هذا النوع من الآيات نسميه على وجه التحديد الآيات البينات، الآيات البينات أي آيات البصائر، آيات البصيرة، آيات الإعجاز. طبعا كلمة الإعجاز لم ترد في القرآن، ولذلك أنا أحرص أن أقول بأن نسمي الأمور بأسمائها كما وردت في القرآن الكريم. فالله عز وجل ذكر البينات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان.
فالله عز وجل ذكر بأنه أرسل الرسل ومعهم البينات. هذه البينات هي عبارة عن الآيات التي لا يمكن في اللحظة التي بعث النبي المحدد أن تكون النفوس أو العقول مهيئة لاكتشاف هذا النوع من العلم، وبالتالي هذا علم متلقى من خارج البيئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تلقى هذا العلم من البيئة التي كان يسكن فيها، فبيئته معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أرض حضارة كبيرة، ولم تكن كذلك أرض إمبراطوريات، وبالتالي هنا يأتي مسألة أن عظمة هذا الكتاب أنه فيه هذا النوع من العلوم والمعارف المتطورة والسابقة لزمانها. تفضل الشيخ أبو الوفاء. وقفنا في مسألة وجعلنا من الماء كل شيء حي، وابتداء أرحب بك وتفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع الإخوة المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقة، أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام وجميع الطاعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم ومن الذين أحيوا ليلة القدر. أشكركم على استضافتي في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يفيد. فيما يتعلق بقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعتبر موضوع الماء هو أساس الحياة، وهو أيضا من المعجزة إلهية، هو سر الحياة ومنبعها، وهو من أول المخلوقات وجودا، حيث قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وطبعا لا يلزم من الماء الذي تحت العرش هو الماء الموجود في الأرض، قد يكون ماء آخر يعني. فالماء هو أساس الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي والله خلق كل دابة من ماء. فأنزل الله عز وجل الماء من السماء بقدر، يعني لا يعني بقدر بمعنى بما يتناسب مع الحوجة التي ينزل من أجلها، فلا يكون المقادير، نعم، فلا يكون كثيرا بحيث يغرق أو يفسد، ولا يكون قليلا بحيث يكون الجدب والقحط، ولا في غير أوانه أيضا فيذهب بلا فائدة. فالله سبحانه وتعالى دائما ينزل الماء بقدر محدد بما يعني يحتاج إليه الخلق وبما يحتاج إليه الكون. مصدر الماء هو دائما ينزل من السماء، وفائدة هذه الأمطار التي تنزل بين فترة وأخرى هي أنها تنقي الأجواء والهواء، وتغسل الأرض، وتصفي السماء، ويطيب الهواء. يعني في نزول الماء بشكل متكرر بين فترة وأخرى هناك فوائد كثيرة جدا مما أشرنا إليها. والحكمة من الماء هو ما يجري على وجه الأرض، يعني من حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل الماء على أحوال عدة، فمنها ما يجري على الأرض كالأنهار والوديان، ومنها ما هو مستقر يعني ثابت كالبحار والمحيطات، ومنها ما يستقر في باطن الأرض كمياه الآبار، ومنها ما جعله عذبا، ومنها ما جعله مالحا. إذن الماء ليس هو على حالة واحدة من حيث الاستقرار، ولا من حيث الطعم أيضا، وهو أيضا دائما يعني ينزل كما قلنا بين فترة وأخرى. ويعتبر الماء من أهم النعم الكبيرة
ومتعلقة بها الحياة. فلو شاء الله عز وجل أن يمنع منا الماء أو غاصت هذه المياه في أعماق الأرض ولا يمكن للإنسان أن يستفيد منها، فستسوء حياته وتصعب أحواله. لذلك قال الله عز وجل يعني قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فحوجة الإنسان إلى الماء دائمة وفي كل وقت وفي كل حين، ولذلك لا يستغني عن الماء. ولاحظنا هذا إذا كان مثلا انقطع منا الماء في منازلنا، فستسوء حالتنا وحياتنا، لأننا نحتاج إلى الماء في كل صغيرة وكبيرة، في الأكل وفي الشراب وفي النظافة وفي الاستحمام وفي الوضوء وفي الطهارة وفي كل شيء. ولذلك الماء يعني معجزة إلهية من الله سبحانه وتعالى، ويمثل يعني رحمة للخلق وبالأخص الإنسان. بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير، جزاك الله خير، وإن شاء الله تواصل معنا. حقيقة هذه الآية يعني من الآيات فعلا آيات الإعجاز، وخاصة بدأت بقوله تبارك وتعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فهذه من الأشياء سبحان الله اللي فعلا أخبر الله تبارك وتعالى بها كحقيقتين علميتين. الحقيقة الأولى فتق السماوات عن الأرض، هذا الفتق الذي كان بعد الرتق بطبيعة الحال أنها كانت كتلة واحدة، ثم تكلمنا فيها في حلقات سابقة مسألة الانفجار الكوني أو الانفجار العظيم. ثم تكلمنا اليوم عن مسألة الماء وأهميته كما تفضل الشيخ جزاه الله خير. نتجاوز إن شاء الله إلى معنى آخر وإلى آية أخرى من ضمن الآيات التي لها علاقة كذلك بموضوعنا، وهو قول الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه أيضا من الآيات العظيمة التي لها علاقة على كل بمسألة الإعجاز العلمي، وهو عندما يخبر الله تبارك وتعالى، وهذه حقيقة أيضا من الحقائق العلمية التي توصل إليها الناس الآن من خلال الوسائط التي أتيحت لهم، المختبرات وغيرها والبحوث عموما في المجالات الأحياء ومجالات الكيمياء. فلوحظ بأن هذا العسل المصفى الذي يخرج هو من إنتاج النحل، ذكر الله تبارك وتعالى بأنه يعني فيه شفاء للناس. وتبين الآن في واقعنا المعاصر بأن طبيعة ومكونات هذا العسل، سواء كانت المكونات الداخلية فيه أو دخوله على كل بشكل أو آخر مع غيره، فإن العسل أيضا يعتبر من الأشياء التي فعلا هي شافية. وجاءت كلمة شفاء نكرة ولم تأتي معرفة، وبالتالي فهي على كل عامة. فأيضا ليتنا فضيلة الشيخ أبو الوفاء نعلق على هذه المسألة أيضا، وهي مسألة العسل، وإخبار الله تبارك وتعالى بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذا العلم، معروف أنه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخط الكتاب ولا يتلو الكتاب، ولا لم تكن له علاقة بالرسالة بالمعنى أنه والله أوحي إليه، لا. الله تبارك وتعالى ذكر بأن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية، ولم يبعث فيها على كل قبل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة خاصة بها. وبالتالي أيضا نقول دائما: من الذي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة العلمية التي تكاد تكون اليوم متاحة لكل الناس؟ فليتفضل الشيخ إن شاء الله معلقا على هذه الآية أيضا. العسل فعلا معجزة كبيرة من المعجزات الدالة على وحدانية الله عز وجل وربوبيته وألوهيته. فحينما نلاحظ يعني هذا العسل الذي تنتجه نحلة حشرة، وهذه النحلة سميت باسمها سورة كاملة من سور القرآن الكريم، وهي سورة النحل.
ولأهمية هذا العسل وللمعجزات التي فيه أيضا. ذكر في هذه السورة، وهو فعلا من يعني مخلوقات الله عز وجل العجيبة. النحل مخلوق عظيم، رغم أنه حجمه صغير، رغم صغر حجم النحلة، إلا أن ما تخلفه من نتاج وهو العسل، فهذا طبعا أمر عجيب جدا. والنحل معروف بمملكة خاصة به وتنظيم لحياته والتعاون والتفاهم وتوزيع المهام والمسؤوليات. ولذلك دائما الناس يقولوا يعني نعمل كخلية النحل، كل يقوم بوظيفته أيوة خير قيام. ولذلك يعني ينتج النحل يعني بطريقة منظمة وجميلة جدا ورائعة هذا الإنتاج الجميل. العسل أيضا من معجزاته أنه ألوانه مختلفة، تجد أنواع من العسل في اللون. تجد أيضا يعني تجد منه الأبيض، وتجد منه الأحمر، وتجد منه الأصفر إلى غير ذلك. كذلك أيضا من معجزات هذا العسل أنه يعني كل ألوانه مختلفة، طعمه أيضا مختلف، ليس كل العسل على طعم واحد، بالرغم من أنه يغلب في غالبه الطعم الحلو، لكن مع هذا نجد أيضا بعض العسل فيه طعم الحموضة. العسل وإن كان يستخرج أيضا من بعض النباتات، إلا أن العسل الأشهر هو عسل النحل. وعسل النحل يتصدر كل أنواع النحل بالذات في الشفاء وفي المكونات المتوفرة لديه. فهو يعني نجد العسل فيه مجموعة من المكونات الغذائية يحتاجها الإنسان في حياته. فيه يعني من مكونات الماء بنسبة كبيرة جدا. العسل يعني يتكون من الماء، وكذلك أيضا السكريات والمعادن والإنزيمات والفيتامينات والدهون والبروتينات. كل هذه الأنواع هي يعني من مركبات هذا العسل الذي يخرج إلينا. واستخدمه العلماء الآن العسل استخدام كبير جدا يعني في العلاج، يمكن يعالج أمراض عديدة جدا. يعني تكاد تقول يعني العسل يدخل في كل أنواع العلاج لكل الأمراض. وتم اكتشاف العسل يعني واستخدامه في الطب بشكل كبير جدا مؤخرا، لكن في السابق كان الناس ما كان بيعرفوا فوائده بهذه الدرجة ومكوناته بهذه الدرجة وتأثيره في حياة الإنسان بهذه الدرجة. وهذا يدل على أنه كلما نحن تقدمنا في آليات البحث ويعني وأدوات البحث أيضا والعلم، نكتشف أشياء كثيرة جدا. يعني حتى الذي تم اكتشافه من فوائد العسل ومن مكوناته هو قد يكون هذا جزء يسير، ولكن قد يكون هناك أيضا يعني فوائد أخرى واكتشافات أخرى. كلما تقدم العلم إن شاء الله سيزودنا بالمزيد من الاكتشافات حول العسل بإذن الله عز وجل. شكرا، جزاك الله خير. والله يا أخي أفدت كثير في هذا الموضوع، وهو موضوع فعلا مهم. لكن سبحان الله وأنت تتكلم شيخ أبو الوفاء، أنا لفت نظري الآية سبحان الله، مسألة أوحى ربك إلى النحل. طبعا مسألة الإيحاء في القرآن الكريم تأتي بجملة من المعاني، يمكن وصلت إلى 8 معنى، لكن واحد منها اللي هو الوحي المعروف الذي يتنزل به جبريل عليه السلام، وواحد آخر أيضا والشيء الثاني الإيحاء بمعنى الإلهام، مثل الإلهام الذي حصل لأم موسى، والإلهام يبدو أيضا هنا اللي حاصل للنحل، أو قد يكون أيضا ليس فقط الإلهام بالنسبة للنحل، إنما يكون أحيانا التخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى وبرمج عليه حالة النحل بطريقة معينة بحيث تسير وفق ما أوحى الله إليها أو وفق ما أمرها الله تبارك وتعالى. فمسألة الإيحاء هذه لفتة حقيقة مهمة جدا. الأمر الثاني
الآية تناولت كذلك المناطق التي يتواجد فيها يتشكل فيها النحل ويخرج منها العسل. تكلم عن الجبال، وتكلم عن الشجر، وتكلم عن العروش. يعني لاحظ سبحان الله، كل الآن العسل الجبلي والعسل المتعلق بأسماء أشجار بعينها، تتخذ هذه النحلة تتخذ من كل ذلك مواقع لصناعتها هذه المادة اللي هو موضوع العسل. الأمر الثاني قوله تبارك وتعالى: ثم كلي من كل الثمرات. كلي من كل الثمرات. وهنا أنبه إلى أن العسل الذي يمكن أن يكون أكثر فاعلية وتأثيرا وشفاء ويمكن الاستشفاء به هو الذي تكون للنحلة الحرية في أن تتنقل بشكل كبير وتأخذ من أكبر كمية من الأشجار ومن الثمرات. فكلما يعني أتيحت لها الفرصة أن تنوع في الأشجار، كلما كان العسل بالنسبة لها على كل أجود وكان التأثير أكبر. وهنا طبعا يأتي قضية إنه والله أحيانا بعض الناس تجد والله يأخذ عسل يعني محدود وما يعرشون، فيقوم مثلا صاحب اللي هو التجارة في مجال العسل يقوم يهيئ مثلا أرضية معينة وبمواصفات معينة ويعطي النحل طعام معين تتغذى عليه. بطبيعة الحال هذه لن تكون في فاعليتها وتأثيرها والاستشفاء بها كتلك الحرة التي تأكل طليقة من كل الشجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر تكلم عن ألبان البقر وسمنها، وقال عليه الصلاة والسلام، الحديث على كل من كان فيه مقال لكن صحح من بعض العلماء، يقول: ألبانها دواء ولحمها داء وسمنها شفاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها ترم من كل الشجر، إنها ترم من كل الشجر. فالحالة الكيميائية المهمة عندنا الآن أنه والله كلما تعددت الأشجار التي تأكل منها وتتغذى عليها النحلة، فإن ذلك سيكون أدعى لأن يكون الاستشفاء بها إن شاء الله أكثر وأفضل. هذا ما لزم التنبيه إليه إن شاء الله. ندخل إلى في قضية الشفاء دكتور أبو البراء. نعم دكتور حسن، في قضية الشفاء أي. في بعض الناس يستخدم العسل كعلاج، أي. وحينما يستخدمه كعلاج يعني لا يجد له الأثر الإيجابي في العلاج. نعم. فيبدأ يشك في أنه هذا العلاج أن الشفاء العسل فعلا يعني غير صالح للعلاج. وطبعا هذا شك في قول الله عز وجل: فيه شفاء للناس. نعم. أيوة، لا بد أن نراجع بأن هناك خطأ، وهذا الخطأ لا بد من معالجته، وإلا نعم. فإن الله عز وجل ما دام قال شفاء للناس فبالتأكيد وهو سيكون نفس ما قاله شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذبت أيوة. بطن أخيك. مشكلة. طيب إن شاء الله بقي لنا فقط نعم. فقد تكون مشكلة في المقادير أو تكون في نوع العسل. يعني في بعض العسل يعالج أمراض معينة، وبعض العسل يعالج أمراض أخرى. كذلك أيضا أصبح العسل اليوم ما يباع من عسل في المحلات فيه نسبة من الغش، وبالتالي لن يؤدي النتيجة المرجوة في العلاج. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب إن شاء الله حقيقة الآيات كثيرة جدا، آيات المتعلقة بالجانب العلمي في الكيمياء أو في الأحياء، ولكن لضيق الوقت إن شاء الله سنقف مع آيات سورة الحج، وهي لها علاقة بمسألة خلق الإنسان، وكيف أن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الحج بقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه الآيات لها علاقة كذلك بما نحن بصدده في علم الأحياء وعلم الأجنة على وجه التحديد، هذا العلم الذي تم تقريبا الوصول إلى تفاصيله بهذا الشكل يمكن قريبا
في المؤسسات البحثية والجامعات في أمريكا وفي أوروبا، ولكن الله تبارك وتعالى قد أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الانتقال وهذا التدرج. الحديث عن خلق الإنسان بدأ من خلق آدم عليه السلام من تراب، ثم بعد ذلك فإذا أنتم بشر تنتشرون. فأيضا إن شاء الله نقف مع هذه الآية أخي أبو الوفاء حتى إن شاء الله نختم بها البرنامج. كل ما ذكر في القرآن الكريم هي حقائق نعم علمية لا يمكن أن نشك بها، ولذلك يعني الباحثون والمختصون في مثل هذه المجالات لو انطلقوا من القرآن الكريم كنقطة بداية وحولها يبحثوا حتى يعرفوا التفاصيل والمراحل والأطوار التي تمر بها كل مخلوقات الله عز وجل، لاختصروا الزمن ولاستفادوا أكثر. نعم. ولذلك علماء الغرب دائما حينما يبحثون في أي قضية من القضايا يعني يكون تناولها القرآن وأكد فيها حقيقة ونتيجة معينة، لكنهم بعد بحث قد يستمر لقرون أحيانا يصلوا إلى نتيجة معينة نجدها مشار إليها في القرآن الكريم. ليه؟ لأنهم لما يتعرفوا على القرآن، لكن لو قرأوا القرآن لوجدوا في كل جزئية من مخلوقات الله عز وجل يعني إشارة أو دلالة أو يعني حقيقة علمية، فلو اجتهدوا وبحثوا عنها واستخدموا كل آليات البحث وأدوات البحث لوصلوا إلى نتائج أكبر مما توصلوا إليه. لذلك يعني هذه دعوة لكل علمائنا والمختصين والعلماء أن يركزوا على هذا الجانب، خاصة الذين لهم يعني إمكانيات علمية كبيرة جدا وبحثية، فضروري جدا. ويمكن علمائنا أيضا في الإسلام في تاريخ الإسلام عموما يعني انطلقوا من هذه الحقائق فأسسوا لكل علم من العلوم اليوم الغرب يتباهى بها، وهم وضعوا أساسياتها، لكن العالم الإسلامي انشغل بأمور الأخرى، وعلماء المسلمين تخلفوا نوعا ما عن مهمتهم بتاعة البحث والعلم والتقصي والتحقيق، فتخلفنا. لكننا يعني نحاول أن نعود إلى القرآن الكريم ونقف على كل هذه الحقائق حول كون الله عز وجل ومخلوقاته، وتبقى هي بداية يعني معلومة نحاول أن نبحث عنها ونتحقق فيها ونتلمس تفاصيلها ومراحلها وأطوارها، وقد نكتشف يعني حاجات كبيرة جدا، أو علماءنا يكتشفوا في هذا الاتجاه معلومات كثيرة جدا. الله يجزيك الخير ويبارك فيك أخي أبو الوفاء، كلام حقيقة درر، كلام جميل، وكلام يشير فعلا إلى أهمية وضرورة الرجوع إلى هذا القرآن باعتباره الكتاب الحق. الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فكتابنا كتاب يحمل دلالات الحق ويحمل مضامين الحق ويحمل أمثلة الحق، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله تبارك وتعالى ذكر بأنه سيجادل الكفار وسيتناطحون كثيرا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل كل ما يتزود بالقرآن الكريم فإنه يقف على أرضية صلبة ويقف على الحقائق. وللأسف الشديد المسلمين تخلفوا كثيرا في دوائر البحوث العلمية، وتصدر هذا الأمر غيرنا، وأرادوا أن ينحوا الدين كله حتى الأديان، يعني نتيجة أديانهم المحرفة التي على كل اصطدموا بها ودخلوا في إشكالات، ولم ينطلقوا من طبيعة الدين الإسلامي الذي هو دين العلم والإيمان ودين الحقائق ودين البراهين ودين الأدلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكما تفضل الشيخ أبو الوفاء إنه نحن والله لو انطلقنا من الأرضية التي لدينا من كتاب الله تبارك وتعالى الذي يعطيك الهدايات لتنطلق منها، اجعلها هذه حقيقة، اجعل بعد كده دائرة البحث لتصل فعلا إلى هذه الحقيقة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا بطبيعة الحال يدعونا إلى ما طالب به كثير الآن من الباحثين والكتاب والمفكرين حول مسألة توطين العلوم، وهو أهمية إن والله تكون المنطقة الإسلامية لها فلسفتها ولها منطلقاتها
ولها كذلك أرضيتها التي تنطلق منها في كل العلوم، سواء كانت العلوم التطبيقية. عندنا إشارات كثيرة جدا في كتاب الله تجعلنا متصدرين بشكل كبير جدا ومتقدمين على غيرنا، وكذلك العلوم الإنسانية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حقيقة سعدنا أيها المشاهدون الكرام بصحبتكم طوال هذا الشهر المبارك، وكانت حلقات مفيدة لنا قبل أن تكون مفيدة للسامعين، حيث من خلال التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله تبارك وتعالى استفدنا كثيرا، ونأمل أن نكون قد ارتقينا إلى مقامات عظيمة جدا. فإن المقامات، مقام الإسلام فيه عديد من المقامات، مقام الإيمان فيه عديد من المقامات، مقام الإحسان فيه العديد من المقامات، ولكن كل ذلك لن يكون إلا من خلال ما ذكره العارفون بالنفس البشرية وسلوكها، فالذين قالوا بأننا نحتاج إلى التخلية ثم التجلية ثم التحلية، وهذه كلها تقريبا موجودة في الإسلام والإيمان والإحسان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يشرح صدورنا للإيمان ويحببه إلينا، وأن يجعلنا ممن أوتي فهما في كتاب الله ومن أوتي علما في هذا الكتاب. فإن الله تبارك وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا هذا الكتاب فيه الكثير حقيقة من المفاتيح التي تنطلق منها بإذن الله سبحانه وتعالى للاكتشافات. ونقطة أخيرة أختم بها، وهو أن كثير من الآيات سبحان الله التي تأتي ببعض المعلومات تجدها تتناول النقاط التي يصعب على كثير من الناس الوصول إليها، اللي هي نقطة البدء، كيف بدأ الخلق وكيف تشكلت الظواهر الإنسانية. هذه لن تستطيع بالاكتشافات العادية أن تصل إليها، ستظل كلها ظنون، ولكن القرآن يعطيك الحقائق، فيجعل مثلا نقطة البداية مع آدم عليه السلام، نقطة البداية مع سجود الملائكة، نقطة البداية مع تمرد إبليس، ثم الهبوط إلى الأرض، ثم مسألة التكاليف، ثم السير البشري من آدم إلى هود إلى صالح. هذه كلها سبحان الله القرآن الكريم يعطي الباحث كثير من المؤشرات والحقائق، ويقول له بعد ذلك: انطلقوا في الأرض، كملوا بحوثكم، كملوا ما تصلون إليه من نتائج، ولكن على مرتكز هذه الحقائق التي وردت في كتاب الله. انتهى الوقت حقيقة ولم ننتهي بطبيعة الحال من الآيات، فهنالك الكثير من الآيات التي نأمل إن شاء الله أن نكون على الأقل أعطينا مفاتيح من خلال هذا البرنامج هو الله. وفي الختام أقول لكم مقدما: كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم إن شاء الله في أوقات أجمل وأوقات أفضل، وأن تكون بإذن الله سبحانه وتعالى جلساتنا وحلقاتنا في العام المقبل من قلب بلادنا إن شاء الله، ومن قلب الأرض الإريترية إن شاء الله، ومن قلب أسمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا حقيقة لأخي أبو الوفاء لمشاركته هذه الحلقة، وأفاد فيها الكثير، وحقيقة كانت جميلة وممتعة بوجوده، فلكم له مني الشكر، ولكم كذلك التحايا العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقت